واش خير منا؟ انا الحاجه اللي دوختني انا غير كي نشوف اليوم لي U20 منتخب اقل من 20 سنه اون فينال ربحوا تونس بثلاثه. احنا مصر في مصر في مصر هما الاورغانيزاتور. احنا ما رحناش ميم با، وكاين ناس مازال تصح في وجهها وتهضر. تحكي ليش انا على وقستو لي جون قال حنا ثاني اوني دي زالجيريان. شكون قال ماشي دي زالجيريان؟ بصح خويا كاليفيني U20 كاليفيني لا كوب دافريك مع الرجاله اللي راهم في مصر الان ما نخسروا بربعه بثلاثه تكاليفيا وانت ما راحش ميم با كوب دافريك وتزيد وتشك صحيح وتزيد تتكلم وتقول وحنا ودرنا ما درت والو. انت فرق بيننا وبين المغرب هو فرق كبير ملحوظ من خلال القايمه اللي هتنزل لحضرتك دلوقتي الخاصه بمنتخب المغرب عشان تتفرج على الاسماء عامله ازاي. لا الثقافه اللي ليها علاقه انه الناس في المغرب ثقافه الغربه موجوده عندهم بدرجه كبيره جدا. المسافه قريبه بينهم وبين اسبانيا، بينهم وبين البرتغال، خدوا على ان هم يتكلموا كذا لغه. كل دي حاجات موجوده بتساعد على انه الناس اللي بره القاعده كبيره جدا جدا. السلام عليكم الاخوان، معكم يونس في قناه يونس توك رياليتي، واليوم جبت لكم قصه ديال ماتش كبير، ماتش مشى بعيد في الدراما، في التشويق، في الحماس وحتى في التاريخ. المغرب ضد المنتخب المصري، نصف نهائي كاس افريقيا لاقل من 20 سنه، وكلشي كان كيترقب هذه المواجهه. واش المغرب يقدر يقصي مصر وسط بلادها؟ واش المصريين غيخليو شي فرصه؟ تابع معايا حتى الاخر باش تعرف التفاصيل. غادي نغوصوا في كل لحظه من الماتش ونعرفوا علاش هدف عبد اللهوي ماشي غير هدف، راه رساله كامله. قبل الماتش الجو العام كان واضح، المصريين كيشوفوا راسهم الاقرب للفوز. علاش؟ حنا عارفين اولا كيلعبوا في الارض ديالهم في استاد الدفاع الجوي ومع الجمهور اللي كيعرف يدير الضغط. الجمهور المصري معروف تيغني، تيشعل لا ماتش، تيهتف مع كل محاوله وتيسب مع كل لمسه، يعني جو غير مريح لشي فريق جاي من برا. ثانيا تاريخهم في اقل من 20 سنه راه ماشي سهل، عندهم مشاركات كبيره، القاب، لعبوا النهائيات، وعندهم اكاديميات كتصدر لاعبين المستقبل. وزيد عليهم الاعلام المصري دار البوز كامل قبل المقابله، خرج عناوين بحال المصريين على موعد مع النهائي، ماتش سهل نظريا للفراعنه، مهمه صعبه للمغرب وسط الضغط الجماهيري. يحاولوا راك عارف يلعبوا على النفسيه ديال المغاربه، ولكن طاحوا مع السبوعه. هيهات وهيهات. وحتى بعض المحللين قالوها بالصريح العباره غادي تكون مقابله من طرف واحد، ولكن هاد الغرور الكروي الكره ما كتحملوش. المغاربه جاو بلا ضجيج، ما كانوش كيهضروا بزاف ولكن كانوا كيخدموا. شوفوا النتائج اللي درنا في المجموعه، ربحنا غينيا، درنا ماتش تكتيكي ضد تونس، سجلنا اهداف جميله، ولكن الاهم ما تسجلش علينا بزاف. هذا الفريق جاي بثقه وجاي بلا صداع، المدرب دار خطه واضحه من الاول، ما نبغيوش نكونوا مرشحين، نبغيو نكونوا خطيرين. الدفاع المغربي كان جدار بلا مبالغه، الوسط عنده شخصيه، كيعرف يقطع الكره ولكن كيعرف حتى يوزع ويتحرك ويضغط ويبرد ويسخن الكره وقت ما خصو. والهجوم ماشي فيه اسماء مشهوره، فيه لعابه مفاهمين بيناتهم وكيعرفوا يستغلوا انصاف الفرص. وهنا السر الكبير، المنتخب المغربي خدام في الظل وما دايرش الضجه، ولكن كيوصل بعيد. واصلا الكره الحديثه ما بقاتش كتربح فيها غير المواهب، كتربح فيها العقل، التنظيم والنفس الطويل. والاخوه المصريين مع كامل الاحترام كانوا متحمسين زياده على اللازم. التصريحات ديالو قبل الماتش تحس كانهم حسبوا التاهل مسبقا، ولكن الكره كما كنقولوا في المغرب، من يعني يضحك اخيرا يضحك كثيرا. الماتش بدا بحذر، بحال جوج ملاكمين في الجوله الاولى كيتفرجوا في بعضياتهم وكيحسبوا المسافات، وكل واحد كيحاول يفهم واش اللي قدامه باغي يهاجم ولا باغي يصبر. المصريين بحكم الارض والجمهور بداو ضاغطين نسبيا، ماشي ضغط عشوائي، ولكن كان بين انهم باغين هدف مبكر، يعني يزعزع الدفاع ديالنا ويشعل المدرجات. ولكن المنتخب المغربي كان ذكي، الدفاع ديالنا ما خلى حتى مساحه، الاظهره كانوا حاضرين، ما خلاوش الجوانح ديال مصر يتنفسوا، والقلوب ديال الدفاع الله يعمرها دار ما بين التركيز والتغطيه وتكسير الهجمات. وسط الميدان هنا فين كان الفارق الحقيقي، مصر كانت كتقلب على بناء اللعب من العمق، ولكن المغرب سد عليها الخطوط وفرض عليهم يلعبوا كرات طويله اللي كانت سهله على الدفاع المغربي باش يقطعها. ومن جهه اخرى خط
وسطنا ما بقاش غير كيقطع، كاين كينقل الهجمات بسرعه بدقه وباقل عدد من التمريرات. وهذه نقطة مهمة. المغرب ما كانش باغي يهاجم بزاف، ولكن كل هجمة مرتدة كانت محسوبة. مثلا في الدقيقة 17 كانت محاولة خطيرة من توريرة طويلة خلات الجناح المغربي يدخل وسط المربع، ولكن التسديدة كانت ضعيفة. الجمهور المصري بدا كيتنفس بصعوبه، والاعلاميين في التعليق بداو كيقولوا المنتخب المغربي ماشي سهل، بداو تيصطلحوا الاغلاط اللي كانوا كيقولوا في الاول. ورغم ان الفرص ما كانتش كثيره، كلشي كان حاس بشي حاجه غطرة في الكواليس. كانت كاينه وحده البروده في اسلوب المغرب، ولكن بروده محسوبه وماشي سلبيه بحال اللي كيقولوا المصريين. ومع بدايه الشوط الثاني ما بقاش ذاك اللعب المتوازن والمتكافئ. دابا المنتخب المغربي خرج من القوقعه ديالو وبدا كيفرض الشخصيه ديالو، والمدرب كان واضح مع اللعابه حيت قال لهم دابا وقتنا خصنا نطلعوا الضغط، ولكن ماشي تهور، خاصو يكون ضغط ذكي مركز منظم وسط مصر باش نخلقوا الفريق يموت. وفعلا من الدقيقه بدينا كنشوفوا مغرب مختلف، خطوط الفريق طلعوا شويه، اللاعبين بداو تيدخلوا في التحامات اكثر، وسط الميدان ولات ساحه معركه. المصريين في هذه اللحظه بداو يتنيرفاو، واحد يشد الكره الثاني ما يكونش في المكان الصحيح، الباس يخرج شويه طويل ولا يقطعوا عليهم قبل ما ياخذوا كره، وبديتي كتشوف ملامح اللعابه ديالهم بان الضغط بدا يخدم فيهم، والجمهور اللي كان صاخب بدا كيسكت، والاعلام بداو كيتسائلوا اشنو واقع، فين هو المنتخب المصري اللي كان تيهاجم. ولكن كاين سبب بسيط، المغرب ولا متحكم في الجانب النفسي ديال المباراه، ماشي السيطره ديال 80% ديال امتلاك الكره، ولكن السيطره ديال منين تبغي تلعب غتلقاني، ومنين تغلط غنعاقبك، ومنين ديرونجا غادي نزيد نديرونجي. الفريق المصري بدا يدور في حلقه مغلقه، لا هو عارف كيفاش يطلع بالكره ولا هو قادر يرجع للدفاع بسرعه فاش المغرب كيدير المرتدات. وكانت مساله وقت فقط. كيعرف الكره مزيان، كان حاس بان المغرب غيسجل كل تمريره، كل احتكاك، كل قرار من الحكم كان كيزيد يغلي الاعصاب. وفي الوقت المصريين اللي كانوا تيهيف تكتيكيا، جات لحظه كان خاصها دقيقه واحده من التركيز ومساحه صغيره في ظهر المدافعين، لحظه فيها تمريره سريعه ورؤيه واضحه وجري بدون تردد، لحظه قلبت التاريخ ديال المقابله وكتبات اسم عبد اللهوي بحروف من ذهب. في هجوم للمنتخب المغربي، خطيره كره والهدف الاول، خطيره كره لعبد اللهوي. الدقيقة 76 يوسف موهوب يا سلام عليه، شاف المساحة في الجهة اليمنى، دار ديك التمريرة العرضية بدقة كبيرة، والمدافع المصري تزلق شوية، عبد اللهوي كان في المكان الصحيح، توقيت مثالي والكرة تتمشي للجول. الهدف ماشي غير حظ، الهدف مدروس. الهجوم من جهة عرفنا فيها ضعف دفاعي، دعم وسط الميدان اللي خلق المساحة، حضور ذهني كبير من عبد اللهوي. الفرحة كانت فرحة مجنونة، الجمهور المغربي اللي كان حاضر بدا كيهتف، حتى المعلق بدا يصيح هدف رائع الاشبال الاطلس. الهدف الاول، خطيره كره لعبد اللهوي. من بعد الهدف المصريين طلعوا كيعرفوا ان الوقت ما بقى والو، ولكن المغرب سد عليهم اللعب من خلال التبديلات الذكيه وتضييع الوقت بواحد التكتيك اللي هي احترافيه وقتاليه على الكره، الى ان جاءت صافره الحكم وصافره اكلي سونغاما. صافرة الحكم فرحة هستيرية، ماشي غير لأننا ربحنا ميصة، ولكن لأننا وصلنا للنهائي، ولأننا رسميا تأهلنا لكأس العالم في شيلي لسنة 2025. كتبوا لي في التعليقات شنو يعجبكم أكثر في المباراة، واش عبد اللهوي عنده مستقبل في المنتخب الأول. ما تنساوش تدعمونا بلايك وابوني، وحنا معاكم في كل ماتش. من هذا المنبر كنقول لكم ديما مغرب.